ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده بقى هوريكم ترتيبي وتنظيمي في تلاجتي. التلاجة دي شارب يا جماعة 18 قدم. انا كنت عاملة عنها ريفيو في الفيديوهات اللي عندي في القناة. يعني اللي حابب يخش يشوف الريفيو يدخل على الفيديوهات وهيعجبك قوي وهتعرفي كل حاجة عنها. طبعا اول حاجة هنفضي التلاجة من كل حاجة فيها علشان ابدأ في تنظيفها وبعد كده ترتيبها وتنظيمها بقى ايه، ونحط لها بقى مفارش اللي هي بتاعه رمضان. طبعا انا هشيل الرفوف دي كلها زي ما انتم شايفين كده، شلت الرفوف كلها. عامله بقى ايه؟ عامله خل وميه دافيه ونقطه كده بريل، اي حاجه عندك بقى، بريل او اي منظف يعني سائل اللي هو المواعين، تحطي منه نقطه صغيره. يا جماعة بجد الخلطة دي تحفة وبتخلي التلاجة يعني زي الفل، وفي نفس الوقت بتعقمها. مش بقى تجيبي مية وتكبي والكلام ده، لا طبعا مع الوقت التلاجة هتبوظ لانها طبعا فيها كهرباء. بصوا انا غسلت رفوف بس انا ما جبتش معاكم من الرفوف دي. انا بشيلها ببقى قلقانه جدا وانا بغسلها على الحوض بصراحه، ان انا عندي المكان ضيق فبقلق. انا جبت معاكم دي بس وانا وريتكم، غسلت بقيه الحاجات نفس النظام كده. ميه عادي بالاسبونشة وميه من الحنفيه بشطفها كويس جدا، وبعد كده بحطها على فوطة التنشيف دي وبسيبها تتنشف، وبعد كده بمسحها واحطها في التلاجة. ده احلى يعني حاجة لتنظيف التلاجة، بجد روعة. الدراج اللي تحت دي انا مش بحط فيها فواكه وخضروات وكده، لا انا بحط فيها حاجات يعني مثلا دقيق ذرة، حاجات رمضان، الحاجات دي في التلاجة بتعيش مدة اطول من بره. جبت بقى مفرش التلاجة. مفرش التلاجة دي انا كنت جايباها السنة اللي فاتت، كانوا الاربعة عاملين 15 جنيه. انا السنة دي ما جبتش اي حاجة رمضان، ولا زينة ولا مفارش ولا اي حاجة. حاجتي اللي متواجدة عندي من السنة اللي فاتت انا يعني حطيتها السنة دي برضو. بس مفارش بجد بتخلي شكل التلاجة روعة روعة روعة. هي اي نعم يعني بتخليها ايه، مقفولة كده شوية، انت ما بتشوفيش الحاجة قوي يعني، بس بتبقى حلوة قوي. جبت منظم كده حطيت فيه اللي هو الكركديه، كان عندي برضو من السنة اللي فاتت. وحطيت حاجة رمضان، حطيتهم في الرف اللي هو التالت. بنظمها يعني كل واحد بقى وتنظيم تلاجته وترتيبها طبعا بيبقى على مزاجه بقى. في منظم تاني حطيت فيه كان كيس مكرونة، وكان عندي ملوخية ناشفة برضو، يعني عندي حبة في البرطمان وطبعا عندي زيادة فبخليهم في الكيس عادي، يعني ما بحتاج بفضي. وده منظم بتاع الطماطم. وحطيت زبادي جهينة، كنت جايباه من عند فتح الله، كان عليها عرض 8 26 جنيه. وهبدأ بقى احط الجبنات. وطبعا الدرج اللي هو ال15 يوم ده بحط فيه الحاجة، يعني بتقعد لمدة 15 يوم، بيحفظ لك الأطعمة حلو جدا جدا جدا. بصوا بقى شكلها بجد حبيت ادلعها يعني، بقى شكلها حلو جدا ومنظمة. وخلاص انا رتبت برضو هنا الرفوف، طبعا رفين للأدوية. طبعا الأولاد في الشتاء انتوا عارفين بقى الكحة والبرد وكل ده، فربنا يشفي عافية عن كل أولادنا، اللهم أمين يا رب العالمين. من بره بقى انا بمسحها بنفس الخليط اللي انا عملته للتلاجة من جوه. وبرضه في نفس الوقت بحب برضه اعملها بالجلانس. الجلانس بيخلي الازاز بتاعها بيبرق وتحفة تحفة تحفة. بس انا المرة دي عملته بنفس اللي هو الخليط اللي هو قلت لكم عليه، الخل ونقطة البريل ومية دافية. ده كان دوم، كان زوجي جابه فحطيت في برطمان، واللي اتفضل حطيته في كيس تلاجة عشان كان مبهدل لي الدنيا يعني. جبنة جرينلاند دي نص كيلو. بصوا بقى، عشان تحفظيها مدة أطول شيليها من الكرتونة، حطيها في علبة عادي جدا كأنك جايبة يعني جبنة عادية بيضة، وتحطيها في العلبة وتقفليها بالغطاء، بجد بتعيش مدة طويلة جدا جدا جدا. ودي كانت حتة جبنة كده بيضة صغيرة، حطيتها برضو في طبق صغير. وكان عندي بلح طبعا بقى هنقعه عشان اعمله باللبن، بغسله كويس جدا وانقعه شويه صغيرين، وبعد كده بيبقى سهل جدا عليكي ان انتي تقطعيه، وبعد كده تحطي عليه اللبن.
من غير سكر، هو بيبقى اساسا البلح معسل. بصوا بقى ترتيبي وتنظيمي للتلاجة، يا رب تعجبكم واشوفكم على خير ومع السلامة.